صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا الحقيقه موضوع حلقتنا النهارده صديقي المشاهد حول اداء الاقتصاد المصري، والحقيقه يمكن منذ جائحه كورونا عام 2021 وحتى الان العالم كله زي ما اتكلمنا من قبل من خلال حلقات الاقتصاد والناس بيمر بازمات ماليه متتاليه الحقيقه وازمات اقتصاديه وعانى منها عدد كبير جدا من شعوب العالم، من الكورونا مرورا بالحرب الروسيه الاوكرانيه الى الحرب في الأراضي المحتلة، ونهاية بالوضع الحالي ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللي قد يكون يعني ليه التأثير الأكبر على مجريات الأمور في العالم ونسب التضخم. فحول الأداء المصري خلال هذه الأزمات وكيفية معالجة هذه الأزمات والوصول إلى بر الأمان من خلال يعني خلال هذه الأزمات، الحقيقة هيدور حوارنا النهاردة. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا ونرجع نبدأ اللقاء. تبذل الدولة جهودا كبيرة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الدولة وبالأخص البنك المركزي والقطاع المصرفي في ظل الوضع الإقليمي الراهن. وقد أشار محافظ البنك المركزي مؤخرا إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع. وقد أكد السيد الرئيس ضرورة مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة، مع استمرار الجهود لخفض معدلات التضخم وضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، ويعني النهاردة لأول مرة يشرفنا وينورنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ محمد شكري، استشاري الاستثمار والتسويق وعضو الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد، منورنا يا فندم. ميرسي جدا، شكرا. معلش هنتعبك معانا النهارده. لا ابدا، اتفضل. الله يخليك. طب وضعنا صعب ولا سهل؟ ولا العالم كله في وضع صعب جدا؟ انا في البدايه حضرتك كنت معايا من 20 من ازمه الكورونا الحقيقه، وحتى الان كل التقارير الاقتصاديه اللي في العالم بتقول ان الصوره ضبابيه، ومع تطور أزمة كورونا ودخولنا في الحرب الروسية الأوكرانية مرورا بالحرب في الأراضي المحتلة حتى وقتنا الحالي الحقيقة، هل هناك أي خطة واضحة للخروج العالمي من هذه الأزمة ولا ما زالت حتى الآن الصورة ضبابية وغير مفهومة؟ طيب خلينا نتفق ان اول حاجة بشكر حضرتك الاستضافة. الله يخليك الله يخليك. خليني اقول لك بكل بساطة، الموضوع ان احنا نخش في عملية خطة لعالم اصلا بيتحكم في مجموعة من القوى. احنا ممكن ما نكونش بنأثر، لكن مش بنفس القدرة على التأثير الكبير. بالظبط. ولكن خلينا نقول ان دي حالة بتحصل في العالم كل فترة. هي النقطة دايما اللي بيخرج الدول او الاقتصاد من المشاكل دي هي الرؤية البعيدة المدى والاستفادة من الامكانيات الحقيقية.
أوكي. والبعد عن الاستثمارات الوهميه او يعني ايه؟ ما دي نقطة مهمة. يعني ايه هي الاستثمارات او الفرص الحقيقية والفرص الوهمية؟ لانه ساعات في خضم الازمة ما بتبقاش برضه الصورة واضحة قوي، يعني استثمر في ايه؟ سواء كان افراد او دول يعني. خلينا نقسمهم، خلينا نقول الطرفين اللي هم الناس وطرف الاقتصاد او الشركات. أوكي. يعني خلي الدول لان ليها نظام مختلف، ليها نظام تاني. بالظبط. لكن خلينا نقول ان دول اكتر مؤثرين. لا يعني حضرتك النهارده الناس، ما هو الناس دي هي القوه الشرائيه، صحيح، والشركات دي هي القوه الاقتصاديه. فاذا اذا القوتين دول فيها توازن وفيها فكر متزن، عارف هو بيشتري ليه وبيشتري امتى وبيشتري ازاي وما بيمشيش ورا ترندات. لان احنا عندنا مشكله في يعني فكره ايه الاستثمار الامن. لازم في استثمارات امنه، بس الاستثمارات الامنه ما ليها خسائر، يعني طبعا ممكن يحصل فيها مشاكل. القصد منها خلينا نبص بنظره استراتيجيه شويه، تعال نطلع لفوق، يعني نبص الموضوع لفوق، بلاش نخش جوه التفاصيل لانها كتيره هنتوه فيها. تعال نبص الموضوع بشكل بسيط. تعال نقول احنا عندنا 3 مشاكل حقيقيه في مجتمعاتنا ومجتمع المصري تحديدا. المشكله الاولى هي مشكله تربويه وثقافيه، ان احنا فكره الاستثمار والاقتصاد عندنا بيتنظر له دايما ان هو حاجه مش والادخار. الادخار والاستثمار والغني ده حرام. بالظبط. شخص مش ورجل الاعمال ده مش حلو، برغم ان احنا كل يعني ما الراجل المزارع ده رجل اعمال. ما هو بالظبط. اللي بيبيع بطاطا في الشارع رجل اعمال برضه على فكره يعني. هو ده بالظبط. هقول لحضرتك على حاجه، انا كنت زمان اديت كان في مره كده كنت بتكلم في حاجه تخص الفكر الاستراتيجي. فكنت بتكلم ان دوله زي الامارات لما جت في فتره 2008 2009 في الازمه العالميه، اللي خلاها تطلع بره الازمه او ما تاثرتش بالازمه قوي، ان كان عندها حجم رجال الشركات الصغيره كتير جدا. اوكي. فكل ما تبقى عندك شركات صغيره كبيره تمشي الدنيا. بالظبط كده. صحيح. لان اول حاجه ما بتتاثرش بالارقام العالميه والاقتصاد والكلام ده كله. النقطه الثانيه عندها قدره للتشغيل بشكل كبير. صح. النقطه الثالثه هي مؤثر، لان النهارده انا معايا فلوس فشغلت 2 معايا، فاحنا قادرين نصرف على نفسنا. لكن الشركات الكبيره لا طبعا عندها هتقع. بالظبط كده، بتتاثر. صحيح. عندها قروض وعندها التزامات دوليه وعندها، فالموضوع ببساطه جدا. تعالى نقول ان احنا عندنا مشكله لازم نعالجها الاول او نتعامل معاها بالواقع من غير ما لا احنا يعني نتملص منها ونقول انها مش موجوده. صحيح. ولا نهولها ولا نقول هي بقى مش هنوقف. طب الناحيه يعني حضرتك بدات بيه، لو بنبص من فوق برضو بدات بيه ان الثقافه نفسها، ثقافه الاستثمار والادخار دي اوريدي مش موجوده عندنا خالص، ولا رياده الاعمال دي انسى يعني. بدات تظهر مؤخرا عن استحياء يعني انما برضو وفي الضعيف بيني وبينك. خليني اقول برضو للاسف واخده الترند، يعني هي برضو بالظبط. الستارت ابس دي بقت ترند يعني بالظبط. احنا في شغلنا بيجي لنا ناس يقول لك انا عندي مشروع. طب جميل، هل انت عندك، انا ما عنديش مشكله ان واحد، على فكره اي واحد بيفتح مشروع لازم يعمل حساباته للخسائر طبعا قبل الربح طبعا. بس يعني اذا انت عندك القناعه دي روح افتح مشروع، اي مشروع. ما بيحصلش. ما بيحصلش ليه؟ لان هو ثقافه فكره انا عايز ابقى غني، انا عايز ابقى فلوس، انا هبقى صاحب شركه واوظف ناس واتحكم. تيجي بس يعني في ليها خطه يعني بالراحه يا معلم. طيب لو حضرتك قريت في الاقتصاد على مستوى العالم على مدار العصور كلها هتكتشف في حاجه ثابته كل رجال الاعمال والشركات ومنظومات الاقتصاد في العالم مرت بيها. هي مرحله ان انت بتتعلم لحد ما توصل لمرحله ان انت تكسب. صحيح. بس موضوع بسيط. لا احنا هنخش بقى في يعني منذ القدم زي ما حضرتك بتقول. بالظبط. يعني انت ما فيش رجل اعمال الا لما مر بظروف صعبه وايه. طيب هقول لك على حاجه. طب انت عارف ان احنا دي في فتره افضل فتره في ان احنا يبقى عندنا اقتصاديات صغيره. ليه؟ ايوه، لانه اصلا دائما بعد كل الحروب بتنشا الاقتصاديات الحرب. اقتصادات الحرب دي بتؤثر في انها شركات تنشا وشركات تختفي. تمام. فهي مرحله طبيعي يعني التطور الطبيعي للبتاع في الصناعه. ما جت الثوره الصناعيه هتلاقي نفس الموضوع بيتكرر بشكل مختلف. حلو جدا. طيب احنا النهارده هل احنا بقى عندنا ثقافه؟ اول حاجه فكره الاستثمار ده ايه؟ هو الاستثمار عشان بس ما نعقدش الناس في التفاصيل. انا مش رجل بيسموه كده دكتور جامعه اقول لك لا انت بكلمك في السوق بالظبط كده. ده المهم. السوق بيقول ايه؟ انا النهارده عندي منتج هعرف ابيعه، في ناس محتاجاه فهعرف ابيعه للناس دي واكسب منه مارجن ربح معين. حلو. فدي اول نقطه. تمام. النقطه الثانيه السوق موجود، السوق ما بيوقفش. صحيح. ودي معلومه بناء على عمرنا في خبرتنا في السوق طول عمرنا بنكتشف حاجه، يعني دي معلومه واضحه. السوق لا بيموت ولا بيتضخم يفضل طول عمره بيتضخم، لا هو بيمر بمراحل متكرره يعني بيطلع وينزل من الاخر كده. طب احنا في مرحله ايه؟ احنا مرحله نزول عشان نطلع وراه.
ما هي يعني كل نزول فيه طلعه ورا، انما العامل الزمني هو اللي بيفرق. هو اللي هيفرق. مين بقى اللي جاهز يعدي المرحله بالظبط كده؟ مين اللي يستحمل بس اما فكره اقول لحضرتك على حاجه، عارف اكبر مشكله احنا في شركه كنا بنشتغل معاها فتره من فترات، ففي ازمه 2023 اما حصل مشكله الدولار، فالسي او بتاع الشركه جه بيقول لي احنا عندنا، قلت له بص لو هتقول لي الموضوع ده تاني انا هاخد بعضي وامشي، انا مش هشتغل معاك تاني. قال لي ليه؟ قلت له عشان احنا لو قعدنا نفكر في المشكله مش هنعرف نوجد حل. بالظبط. ففعلا احنا اتفقنا من اليوم ده ان احنا ما نتكلمش في المشكله خالص، ونتعامل مع الواقع ونعالج المشاكل ونشتغل. بعد ما عدت السنه اللي هي كانت اكبر مشكله كبيره، قال لي تصدق احنا ما خدناش بالنا ان احنا عندنا المشكله. الموضوع بسيط، الموضوع اشتغل ما تتكلمش. يعني اسف. طب لو السوق نفسه اتغير، يعني هل اني اشتغل وما اتكلمش، هل ده لازم ابقى مرن جدا؟ لا ده لازم. يعني دي ليها تكنيك بقى. يعني المساله مش هسيبها على الله كده. لا هسيبها على الله. ايه بقى التكنيك؟ يعني لا سيبها على الله. هنساها وهتختفي. هقول حاجه، ما هو جميل، سيبها على الله دي مش، ما هو ربنا برضو قال لك اعمل يعني. طبعا يعني السعي بالظبط. انا النهارده راجل عندي شركه صغيره او انا راجل، خلينا ناخدها من اول بحكم اسم البرنامج فنقول للناس. نعم. انا النهارده راجل عندي دخل معين بعيش بيه. تمام. انا في وقت زي ده انا محتاج يكون عندي تقنين لعمليه الصرف بتاعتي. اول حاجه ما اصرفش. هقول لك مثل لطيف جدا، من اول ما اشتغلت في التسويق كنت بسمعه وبقى نبراس ليا شخصيا. لست غنيا لاشتري كل ما هو رخيص. حلوه دي صحيح. يعني ايه؟ انا النهارده لو راجل غني هشتري رخيص او غالي مش هيفرق معايا، لان انا هقدر اشتري غيره. لكن لما اكون راجل بسيط وعلى قد حالي وامكانياتي محدده، انا هشتري الحاجه المناسبه ليا اللي هي تقدر يعني خلينا نقول ايه، لو انا عايز اشتري 3 4 بدل هشتري بدله واحده، لان ده وقت مش محتاج ان انا اكتر فيه. واتيفر بقى، خلينا اخدها على نظيفه تعيش وقت اطول. مثلا الكواليتي. فاحنا في وقت بقى اللي هو ايه، هتختفي فكره الكوانتيتي والكميات، تطلع فكره الكواليتي. تطلع كواليتي، ان انا بشتري جوده والجوده دي هشتريها بسعر مناسب. ما في جوده وسعرها غير مناسب. صحيح. وفي جوده هي مستورده، فهي بالنسبه لي فيري هاي، يعني غاليه جدا اكسبنسيف بالنسبه لي. خلاص. طب ليه اشتري؟ بالظبط. خلي بالك اليابان هي احد دروس الاقتصاد في العالم. لما حصلت في السبعينات المشكله بتاعت اليابان وموضوع التضخم اللي حصل عندهم، اللي بعد كده اليابان تحولت لدوله غريبه جدا على مستوى العالم كلها. مفيش دوله زيها. احكي لي الحكايه دي، ما اعرفهاش. ايه اللي حصل؟ اليابان لما تعرضوا للازمه في التضخم وفكره اللي هو التضخم، طبعا انت عارف هو مقصود ان قيمه البضاعه او قيمه المال اللي عندك هو بقى يعني في نسبه فاقد اكتر من قيمته الحقيقيه. انا مش عايز اخش في نقاط فنيه اقتصاديه او مش مشكله. يعني فاليابان لما جم حصل كده، الشعب الياباني عمل حاجه غريبه جدا. هو شعب طبعا مثقف ومتعلم بطبعه، انت عارف ان هو شعب. وده يرجعك للنقطه اللي حضرتك قلتها في الاول اللي عندنا فيها مشكله هنا اصلا. الثقافه والتعلم. امتنعوا عن الشراء اصلا. فلما لقوا الحاجات غليت بالهبل كده امتنعوا خلاص. امتنعوا تماما. لدرجه ان اليابان اصبحت هي الدوله الوحيده في العالم اللي لما يحصل تضخم في العالم كل الدول العالم الاسعار بتغلى الا اليابان بترخص. عشان بيخافوا. مش هيخافوا، مش هيبيعوا. لا التجار بيخافوا لا ما يبيعوش، فقال لك لا احنا ثقافه الشعب اثرت في التجار، اثرت في الدوله، اثرت في الاقتصاد. يعني ما لا البنك المركزي بيرفع اسعار فايده ولا البنك المركزي جزء. هقول لك على حاجه، هو البنك المركزي بيتحكم في 120 مليون بني ادم. لا طبعا. البنك المركزي بيتحكم في بنوك وفي قطاع معين. الناس هي مركز القوه الاعلى والاقوى. بس هل يمكن تنظيم الناس بقى؟ يعني اليابان دي حصلت عشان في ثقافه في الموضوع. هل ده يمكن ان يكون معيار لقياس اداء دوله اقتصادي؟ اكيد طبعا، بس هي محتاجه وقت طبعا. محتاجه وقت في ان انت مثلا يعني خلينا نتفق ان الجامعه مثلا، الجامعه بتدينا شهادات صح؟ طيب هل الشهاده لوحدها، الشهاده ده علم واكاديميك وارقام ومعادلات لا يمكن تطبيقها في السوق. السوق ليه متغيرات لحظيه. لا ومتغيرات لحظيه كمان. احنا لازم نتعامل معاها عشان نعرف نجاري السوق. يعني النهارده حضرتك مثلا الذكاء الاصطناعي لما دخل في البيزنس، كم الشركات اللي بتستخدمه كام في المية؟ عالميا ولا في مصر؟ على مستوى العالم كله كتير طبعا. هتلاقي كتير طبعا. بس كم واحد بيستفيد منه؟ مش كتير. هترجع 20 سنه ورا هتلاقي نفس الكلام في الاي تي لما دخلت التكنولوجيا الكمبيوتر وبتاع، نفس المشكله هي. على فكره هو الدرس بيتكرر. هي الاشكال بس مختلفه. يعني هو الاطار العام بيختلف بس هو نفس الفكره يعني. طيب يبقى النقطه خلينا ناخدها كده خطوتين رئيسيين. الخطوه الاولى هو التعلم، والتعلم هنا انا مش محتاج دايما، انا محتاج اسمع الدكتور اللي هو بيديني اساسيات العلم. تمام. ومحتاج اشوف الخبير بتاع السوق
الممارس للواقع. الاثنين، الاكاديميك والواقعي. وعلى فكره في كلمه كانت خطيره، كان في دافوس الاخير كان رئيس قطاع بنك دكتور اسمه راح بالي مش بالظبط كده، فكان بتقول له يعني في مصر والمشاكل العالميه بتاع، قال لها بصي احنا مر علينا كل المشاكل اللي تتخيلها وما تتخيلهاش، احنا بقى عندنا قدره للتعامل مع اي مشكله لان احنا شفنا كل المشاكل. المقصود بيها تدور على الممارسين لان هم دول اللي بيعيشوا في المشكله وبيقدروا يطلعوا منها الحلول. هل المشكله نفسها يعني زي مثلا احنا دلوقتي في وضع حرب اوكي، وفي المضيق في مشكله واسعار المحروقات بالذات دي مشكله كبيره جدا، اسعار المحروقات في العالم. هل يمكن لصاحب الامر او ولي الامر سواء كان شركه او بلاش دوله دلوقتي، خلينا في الشركات وبتاع، ازاي يقدر يشوف المستقبل من خلال ازمه، ولا هيتعامل معاها يوم بيوم، ولا هيمشي ازاي في موضوع مش في ايد حد حاليا؟ لا الاثنين. بص اقول لك على حاجه، خلينا نتفق ان العالم كله حاليا، كل العالم بما فيها التقارير العالميه، بما فيها الناس المختصه، بما فيها الخبراء، بيقولوا كلمه واحده: مرحله عدم اليقين. احنا مش فاهمين اللي هيحصل بكره، مش فاهمين اللي هيحصل. المراحل دي بقى بنتعامل معاها ازاي؟ بنتعامل معاها اللي هو زي ما انت قلت يوم بيوم، بس برضه لازم اجيب حد يساعدني. ما هو انا النهارده انا راجل ما عنديش خبره، انا مش ماليش في الفاينانس او في الماليه. ما هروح اتكلم اقول اصل انا عشان راجل استشاري تسويق خلاص انا لا، هروح ادور على استشاري مالي يساعدني عشان هو اللي هيديني الجزء ده. واحنا لما بنقول مشاكل اقتصاديه للدوله يا دكتور، هل احنا بنتكلم على مشاكل ماليه ولا مشاكل ولا مشاكل نقديه مصرفيه، ولا الاثنين، ولا هو الاقتصاد كله على بعضه حاجه واحده؟ والله بص، انا بالنسبه لي الاقتصاد كله هو يعني قائم على الماليه. يعني خلينا نتكلم، هو عباره عن انواع من التجاره والصناعه والخدمات والمختلفه، وفي نفس الوقت هو فاينانشال وايز، انت معاك فلوس قد ايه وبعت. خليني اجيبها لك بشكل ابسط بكتير. انا النهارده عندي 100 مليون بني ادم بيلبسوا 100 مليون تيشيرت، فانا والناس بتلبس تيشيرتين في السنه، فانا عايز 200 مليون تيشيرت. تمام، ده اسمه سوق. تمام، صح، تمام. لما هصنع ال 200 مليون تيشيرت دول هبيعهم، فهيبقى عندي كاش، فده الفاينانس. فالامر بص، انا ضد التعقيدات طبعا، لان ليها ناسها، معلش اسف، في ناس طبعا متخصصه هي بتتكلم في النقط التفاصيل، لكن انا بحاول اتكلم على مستوى الشركات اللي بتعامل معاها. حتى انا بتعامل مع شركات صغيره ومتوسطه، لان هي مركز القوه، هي اللي بتحتاج للتطوير، هي اللي بتحتاج انها تفهم صحيح طبيعه السوق. يعني اقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا، بحكم انت بتقول هنعمل ازاي. هديك مثال بسيط جدا. احنا من اول ما حصلت يعني من 2015 2016 تحديدا، لان انا دي كانت الفتره اللي رجعت فيها من بره واستقريت في مصر، واحنا حصل فيها تغيير جذري في الاقتصاد، لان ده اللي عملنا تحرير سعر الصرف 2016 نوفمبر 2016. ده كان تغيير جذري في مصر كلها. جميل، حلو. السوق مختلف تماما عن بره طبعا، تماما. طيب تعالى بقى تشوف الشركات اللي بره بتيجي تفتح فروع ليها هنا، وتاخد الموظفين الاكفاء بتوعنا وتدي لهم مرتبات كويسه وتشغلهم بره، والفلوس بتيجي من بره وتروح بره وتكسب كله بره، من بره. طب احنا ليه مش عاملين ده واحنا عندنا الاساس؟ صحيح، وموظفينا خلي بالك، انا بقول ايه، دي شركه مصريه، وعلى فكره هو مش عيب، واحنا مش بنقولش ان الاستثمار مش مطلوب، في تنوع بس ايوه ان النهارده لما هقول لحضرتك على حاجه، عارف اللي هو لا تضع البيض في سله واحده. انت عندك مستثمرين من بره، حلو، من بره، وعندك مستثمرين من جوه، حلو برضه، فيقوم يحصل توازن. صحيح. فين الشركات المصريه الكبيره اللي فاتحه في 20 30 فرع على مستوى العالم؟ لكن قليلين قوي. طب ليه ما يكترش؟ عشان الثقافه بتاعت الاداره. بص اقول لك على حاجه، احنا عندنا في مصر عندنا مشكله، اعتقد على قد برضو الواحد، يعني انا اتحدث من خبرتك، حضرتك شفت في السوق كتير. احنا في مصر عندنا مشكله فيها حاجه كده بحب اسميها دايما المراهقه الاداريه. احنا ما عندناش في مصر اداره. صحيح. احنا عندنا في مصر علوم اداريه وناس دارسه. التطبيقيين بقى ما اعرفش ليه بيعملوا حاجه ثانيه غير ليه هل طبيعه السوق مختلفه ولا لقله الخبره؟ لا بالظبط. اقول لك على حاجه، هو حضرتك لما السوق المصري طلع منتج مصري في برودكت معين، وخلال فتره المشاكل الاخيره والمقاطعات وبتاع، والمنتج ده بقى 90% او ناس كتير في مصر بيشربوه. تمام. يبقى معنى كده الموضوع ملوش علاقه بالسوق. لا مالوش علاقه بالسوق. السوق عايز بس ده هل ده ظرف الراجل اللي ورا الشركه عرف يركب الموجه صح؟ طبعا. من الاخر كده عرف يعمل منتج كويس يتناسب مع متطلبات السوق اللي هو عايزه والعميل. اصلا في الاخر ما هي دي نقطه، يعني حضرتك قلت في مثل التيشيرتات بتاع ظريف جدا جدا. دلوقتي انا عشان اعرف الناس دي عايزه ايه،
الداتا نفسها اللي بتحدد انا مصاري فين. حلو. هل دي متوفره في مصر ولا دي على كل واحد صاحب شغل او ستارت اب او وات ايفر ان هو يدور على الخرم اللي هيدخل منه يستحوذ على السوق. حلو. اللي حضرتك قلته ده هي دي الفكره الحقيقيه، الداتا اللي هي ايه؟ صح. حضرتك النهارده عندنا مراكز بحوث في كل الجامعات، تمام، وعندنا طلبه بيتدربوا، تمام، وعندنا شركات موجوده في السوق. حلو. اذا الناس دي تعاونت مع بعض في انها تطلع معلومات دقيقه عن السوق، لان السوق بتاعنا سوق على فكره. هقول لحضرتك على معلومه صغيره جدا. احنا ايام الكورونا لما اتقفلت الدول، انت عارف ان احنا دوله من 7 8 10 دول على مستوى العالم تعرف تتعايش مع نفسها من غير ما تحتاج بره ولا جوه. ليه؟ عدد الناس كبير ويعرف يعيش وياكل ويشرب ويصدع يبقى احنا عندنا قوه لازم نتعامل معاها ونحترمها. صحيح. ولكن تعالى بقى نبص هنا، المشكله في ايه؟ العميل دايما بيحاول، او اللي هو المواطن العادي بيحاول يعني ايه؟ هو حاسس ان انت مش هتخدمه كويس فيحاول يلف عليك وانت تحاول تضحك عليه. الموضوع ده غريب جدا 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 جدا، ودي مشكله مصر بامانه، لانه مفيش سيستم. مفيش سيستم، او خلينا نقول مفيش ثقه في بعض. اوكي، ما هو عشان مفيش سيستم واضح، عشان مفيش شفافيه في الموضوع. طب انا النهارده باخد منك خدمه واضحه وانت بتاخد مني فلوس واضحه، ايه المانع ان انا اديك الخدمه؟ ايه المانع ان يبقى بيني وبينك اتفاق واضح ومحدد وبسيط؟ على فكره اكبر رجال الاعمال في العالم، يعني كنت لسه بسمع حاجه من يومين عن واحد من اكبر رجال الاعمال في العالم في امريكا، يعني بيقول لهم انا بعترف دائما بالعقد الورقه الواحده. فبيقول له احنا في عقود لازم، قال له لا، الاتفاق واضح. اذا الاتفاق واضح مش محتاج يبقى مش محتاج عك كتير. اوكي. فالنقطه دايما بسط العلاقه. اوكي. خلي العلاقه ليها مقياس جيد. اوكي. تاكد ان انت السوق بتاعك هيتغير. السوق بيتغير على فكره، كده كده السوق هيتغير. صحيح. وكده كده وما بيقفش زي ما حضرتك قلت، يعني بالرغم من اللي بنتكلم في الظروف وما اعرفش ايه وبتاع، السوق ما بيقفش بالظبط. انما لازم تقدر يبقى عندك القدره على مش بس تجميع البيانات، تحليل البيانات عشان توصل للقرار السليم. دي بقى بص بقى، شفت انت قلت لحضرتك ايه؟ هي مرحله تجميع. فانت عندك معلومه، طب المعلومه دي ما تبقى موجوده هتقعد تحللها. بالظبط. اما تحللها هتنشئ عنها قرارات. بالظبط. طب سؤال بقى، احنا النهارده عندنا ذكاء اصطناعي داخل، واي نوت ان انا النهارده ادخل له البيانات بس كده يساعدني. بالظبط. طب ما ده هيوفر عليا، مش هيوفر عليا بس وقت، هيوفر كمان دقه في ان هو يكون اونست في التحليل. بالظبط. ما يبقاش هيضحك معايا. ايوه اللي هو يعني اوبجيكتيف موضوعي، هو الراجل موضوعي ملوش دعوه. هو في الاخر زي الاله الحاسبه، هتقول له ازاي انا اطلعك 4 حسب الداتا اللي انت هتدخلها. بس المدخلات يعني زمان لما كانت تحصل المشاكل بتاعت الاي تي في الشركات، فاكر يقول لك ايه؟ الكمبيوتر ملوش دعوه، انت دخلت على الغلط هيطلع على فكره. لو الكمبيوتر ده اله جهاز بيطلع معلومه زي الاي اي برضه، ما هو اله جهاز يعني. يا سلام. فهي النقطه فكره ايه؟ تعال ناخد الموضوع في 3 خطوات كده بسيطه نقدر نعملهم. نمبر 1، احنا محتاجين نتعلم. ونتعلم مش مقصود بيها ان انت معاك شهاده ولا معاك شهاده في التخصص ده. اتعلم افهم ثقافه الاستثمار والادخار. هستثمر في ايه؟ ودي لازم تبتدي من الصغر على ما اعتقد. ده مش اعتقد، دي الاساس. صح. حضرتك النهارده تعالى شوف لاي رجل اعمال بيربي ابنه، وشوف تعالى رجل بسيط موظف بسيط جدا بيربي ابنه. ده بيربي على ادخار واستثمار، وده بيربي على اسراف. شكرا. صح. ولكن اشتري في الوقت الصح، ولما يكون عندك التغطيه اللي تخليك تروح تشتري، يعني اللي ما توقف لك حياتك. بس معلش، دي ثقافه، ده حراك اجتماعي، مش تغيير ثقافي. ده ازاي نوصل له؟ ده بسيط جدا. تعالى نتفق اتفاق ان في مؤثرين عندنا في الدوله بتاعتنا. الاعلام جزء، الجامعات والتعليم جزء، وجزء خطير ومؤثر، لان دول ممكن يبنوا، والاسره هو الجزء الاخطر. صحيح. ان انا كأب يبقى عندي او ام عندي رؤيه ان ابني ده لازم يتعود، مش عشان خاطر انا بتقشف معاه وان بتعبه، لا، انا بحاول اعلمه ازاي يتعامل مع المال. هي بس الازمه في دي، وانا بفكر زي حضرتك بالظبط، ولكن الازمه في دي انه المجتمع اللي حواليه بيزقوا. يعني لو في اب وام ماشيين في هذا الاتجاه، واحنا دخلنا في حته تانية بس دي مهمه. لا بس هو لانه بتلاقي انه الطفل ده بيخرج يلاقي مجتمع صحابه زمايله ما اعرفش ايه. الموضوع مش كده خالص. الموضوع حسب طبعا الفئه الاجتماعيه والدرجه الثقافيه وكل حاجه. طب انا فاهم، انما برضو في النهايه بيبقى صعب قوي انك تربي ابنك في وسط مجتمع كله ماشي في سكه تانية، ولا ايه؟ ما هو عشان كده قلنا ثقافه. يعني احنا محتاجين، يعني اقول لك حاجه زي ما ثقافه المدارس اللغات. ما زمان احنا كلنا كلنا داخلين حكومه وخارجين حكومه عادي. صح.
طيب كم واحد مننا متخرج في السنين عمرنا كان لغات؟ هتلاقيهم 2% 3% بالظبط صح؟ قليل جدا. طيب ده كان المجتمع كده. طب النهارده اتعكست، صحيح. النسب بقت هنا مثلا خليها 50 او 60 40 مثلا. يعني ده اتقلبت. طيب سؤال، هو ده حصل ايه؟ حراك اجتماعي. الحراك الاجتماعي بيبتدي دايما بايه؟ فكره. اوكي. نتعامل مع الواقع. النهارده احنا في ازمات. انا النهارده عايز ولادي يعيشوا في الازمات دي ولا عايز اخليهم يعيشوا حياه افضل؟ بالظبط. طيب الحياه الافضل عمرها ما تيجي بالطبطبه والدلع او المبالغه في العطاء من غير سبب. اوكي. وبعدين اقول لك على مثال بسيط جدا، هو مش ربنا نفسه اما بيجي يدينا يعني بيجازينا بحاجات بيقول لك اعمل، ما تشتغل انت، اعمل اللي عليك عشان انت تاخد مقابل. دي ثقافه، دي ثقافه. الثقافه دي لو نشأت في البيت هتتاثر في المدرسه. صحيح. والطالب اللي هيبقى واحد هيبقى 10 وبعده هيبقى 100 وبعده هيبقى 1000. انا لما اشوف حضرتك ابنك بقى قادر اقول لحضرتك على حاجه، تخيل ابنك مثلا عنده 15 سنه او 10 سنين وعنده شركه. بتحصل بره بس هنا اصعب. بتحصل هنا. ابتدت بتحصل هنا. اوكي. ليه؟ لانه العصر ده بيتطلب ده موجود، ممكن بقى في امكانيه ان ده يحصل. بالظبط. اوكي. بقى في حاجات خاصه بتعليم الصغار على البيزنس وخاصه بالماليات وخاصه بالكمبيوتر. صحيح. كويس. انا لسه في موقف كنت غريب من حوالي اسبوعين 3 شفته كده، في ولد لقيته عنده 12 سنه عامل لا صفحه على لينكد ان. انا عايز يعمل إيه انترفيو ولا بتاع، عايز يشتغل. ده ايه برافو. يبقى ده وراه حد طبعا اكيد ساعده. اوكي. او عاونه انه يحط نفسه طبعا هنا. طبعا، وده شيء طبيعي جدا لانه الاطفال. اوكي تمام. فهي الموضوع كتير من دول يؤدي الى ده في نهايه الامر مع وان الجامعه والمدرسه تعمل على هذا الدور، ان احنا ليه ما ندرسش اقتصاد واقتصاد ليه ما يبقاش صحيح. ده اقتصاد وماليه وفاينانس، ليه ما ندرسش الحاجات دي في المناهج التعليميه في المدارس؟ مش بس ومش لازم نعملها بشكل صعب برضه، خلينا ناخد الموضوع زي ما حضرتك بتعمل مبسط الموضوع. طب معلش قبل ما الوقت يسرقنا، موضوع وحضرتك قلت ودي ذكرتها في وسط الحوار، انه الشركات الصغيره والمتوسطه بالذات دول يعني بيبقوا عصب اقتصاد الدول، بالذات الدول اللي فيها نسبه سكان عاليه جدا. هل ده قطاع في مصر محتاج ايه بالظبط عشان ينمو بشكل صحي من وجهه نظرك؟ خلينا نتفق ان الاول احتياج اساسي للمسؤوليه لاصحاب القطاع ده. يعني هم مين؟ اصحاب القطاع اللي هم اصحاب الشركه. انا شركه وحضرتك شركه وفلان شركه وفلانه شركه، فاحنا الاربعه خمسه بقى عندنا تصور، وده ابتدى يحصل على فكره. اوكي. حتى لو على مستوى صغير. مهم جدا الصغير ده مهم. 60 70 شركه بيتلموا ويحاولوا يبتدوا يعملوا حاجه، لانه عرفوا انه في حاجات محتاج، ما هو مش هقدر اعمل لوحدي، محتاج حاجه من حد تاني. طب ما ده هيوصل ليه؟ هيرجعنا لحاجه اسمها نقابات زمان، ما هي نفس الفكره. اوكي تمام. اللي هي يبقى عندي نقابه ده مسؤول عشان بتضم كذا شركه. شفت الغرفه التجاريه. بص انا طبعا مش بتكلم في حاجه عشان ما يجيش في حد يقول ايه يزعل منك. هو ده، لا مش يزعل، هو القصد ان دي مبالغات، لا انا بقول في طرق للحلول. بص انا راجل يعني مهنتي علمتني بحل مشاكل. اوكي. شغلتي طول عمري كنت بخش مكتبي كل يوم عارف ان هي هتقابلني مشكله فهقعد ادور على حل. اوكي. فالحل ان انا يبقى عندي زي ما في على فكره في مؤخرا ما مضوا الشباب اللي هو الشركات الناشئه مع رئاسه الوزراء وعملوا اتفاقيه اللي هي انا ما عنديش التفاصيل بتاعتها، لكن ده مؤخرا كان مجموعه من الشباب رجال اعمال كبير ومحترمين ولهم شركات كبيره معروفه. اوكي. مضوا عملوا اسمه ايه ده يعني قانون للشركات الناشئه. حلو. وتعرفها ده كنا محتاجينه. ده احنا اتاخرنا فيه مش مهم. لا على فكره بقى، طب اقول لك على حاجه، طب احنا اول ناس نعمل في العالم في قانون زي ده. ازاي يعني؟ هو مفيش دول ثانيه عندها ما عندهاش الفكره دي. انا قصدي التطبيق مختلف، خلينا نقول الفكره متشابهه لكن التطبيق مختلف. التطبيق مختلف. طيب تعالى بقى نزل بقى الموضوع الارض. المشكله ابتدت تظهر دلوقتي ايه؟ الناس بيقول لك ايه مع الظروف الاقتصاديه يا عم مالك الظروف الاقتصاديه، ما تشتغل. ما هو دي النقطه اللي قصدي عليها، انت عملت حاجه كمل وراها. ما رئاسه الوزراء عملت شيء وكان مع مجموعه من الوزراء اللي كانوا موجودين قبل التغيير الاخير. اوكي. ما تكملوا. اوكي. ما تكملوا عشان الناس دي تبقى ليها وجود، وفي نفس الوقت الشركات واصحابها. ما انت ما تستناش برضو. بص خلي بالك احنا عندنا لان احنا عندنا مشكله خطيره كل واحد بيستنى الثاني ياخد الانيشيتيف، ياخد بالظبط. ما تاخد انت المبادره وتعمل. اوكي. والشركات على فكره بتعمل كده، هي اللي بتنجح وهي اللي بتستمر وهي اللي بتوقف بالرغم ايا كان الظروف اللي بره مش فارقه. في الاخر اقول لحضرتك على حاجه، قول لي. الاكيد بغض النظر بعد قد ايه السوق هيستقر. اوكي. صحيح. بغض النظر ايه اللي هيحصل. صحيح. السوق هيتطور. هل في للاسف احنا وقتنا انتهى، ولكن يعني في الصراعات الكبيره قوي اللي زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي، السوق لما يستقر، لانه فعلا زي ما حضرتك بتقول في نهايه الامر هيستقر. هل التغيير اللي هيطرأ على السوق لما يستقر
محتاج تجهيز مسبق او قراءه المشهد من بعيد؟ طبعا. لانك ما هو هيستقر انما هيستقر على ايه؟ ما هو انا لو بشتغل يوم بيوم مش هيفرق معايا استقر عليه. اوكي. لو انا بخطط استراتيجي، بص خلينا نتفق على شيء. أوكي. مشكلتنا اللي بنعيش فيها في الوطن العربي تحديدا كمان في منطقه الشرق الاوسط، ان احنا تفكيرنا دائما معتمد على الاخر وتحكمه فينا او على تحكمه في الاقتصاد. صحيح. يا عم اشتغل بنفسك وانشئ قوتك الاقتصاديه، ركز في وامكانياتك، عارف، ركز في ورقتك، ركز في اللي انت فيه. صحيح. وصدقني انت على فكره هنتعلم بالظبط. كلنا بنتعلم. وزي ما حضرتك بتقول هي مساله المرونه، يوم ده اساسي. يوم لا بص، المرونه دي ما بقتش رفاهيه. خلاص، ده الامر الواقع ما عندكش مرونه مش هتعيش. ميرسي يا استاذ محمد، معلش يعني تعبت حضرتك معايا، ولكن حوار ممتع للغايه الحقيقه صديقي المشاهد مع استاذنا الاستاذ محمد شكري. يعني حول يعني عدد كبير، اتكلمنا النهارده في عدد كبير جدا، بس يعني الجوهر الموضوع انه فعلا هو التغيير والتحكم في امر البني ادم بيجي من البني ادم نفسه. استاذ محمد ما اتكلمش على الدول، اتكلم على الافراد نفسها والشركات، وبالاخص الشركات الصغيره والمتوسطه. وايا كان اللي بيحصل في العالم، برضه في نهايه الامر الاسواق بتطلع وتنزل، وبيجي لها وقت بتستقر، ويجب ان يكون هناك مرونه زي ما استاذ محمد كان بيقول في اتخاذ القرار، ووعي في اتخاذ القرار من الجانب الاخر. الحقيقه بنشكره شكر جزيل للغايه استاذنا الاستاذ محمد شكري، استشاري الاستثمار والتسويق وعضو الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي. نشكرك صديقي المشاهد، وان شاء الله نشوفك في حلقه جديده من الاقتصاد والناس.